خرجت مجموعة من بعض البلطجية اللي تواجدوا ما بين جماهير نادي الإسماعيلي. الحمد لله الأمن مش مستتب والنفوس مش صافية وشكلها كده عركة كبيرة من أهل العريس وأهل العروسة وهنطلع النهارده ب30 محضر. نادي الزمالك اللي فتح أبوابه في الخمسينات والستينات لنادي الإسماعيلي. أنت بتعايرنا خميس ولا إيه؟ أنا بفكرك بس. واوعى مسؤول يتجرر لفكره اصل مفيش لفظ مسيء. امال الكذاب ده ايه؟ ده الكذاب ده سب وقذف رسمي. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصلت اعراض؟ اللي احنا فيه ده اعراض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم مشاهدي قناه المايسترو. حلقتنا النهارده تحت عنوان الاعلام الرياضي ابو عين واحده. امال الكذاب ده ايه؟ ده الكذاب ده سب وقذف رسمي. حلو كداب ليه صدقتك، حلو كداب. احنا كمصريين لو اعتبرنا كلمة كداب سب وقذف زي ما انت بتقول، المصريين كلهم هيبقوا في السجن. يا بيه لو كل واحد عزل عشان تحتي واحدة رقاصة البلد كلها حداد في الشارع. في حلقتنا النهارده هنستعرض وهنكشف ازاي الاعلام الرياضي بعين واحدة. بس ياخدوا بالهم الاتحاد ان هم واقعين في سكة الاهلي المصري. هتلاقي كمية إصابات الفترة الجاية غير طبيعية. والله العظيم أي حد بيلاعب الأهلي تلاقي بص صليبي مش عارف مين اتوقف. حديث لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق لم يلقى استحسانا عند مستخدمي السوشيال ميديا، مصريين كانوا أو سعوديين. عليك تربية وسخة، واطي واطي. طب في رأيك لماذا قرر ميدو الحديث بهذا الشكل عن النادي الأهلي المصري على الرغم من أن سير الحديث كان بعيدا عن الأهلي؟ من الغباوة، من الجاهلية، من اللاوعي، وأنه إنسان لا يقدر الأهلي. إيه ده؟ أنت بتتكلم على الأهلي، بتتكلم على لأنه الأهلي نادي كبير قوة ضاربة في مصر وفي أفريقيا. خاصة أن البعض فسر حديث ميدو أنه يتهم الأهلي باستخدام السحر في كرة القدم، وهو نفس الحديث الذي كان يتحدث عنه رئيس ناد سابق. يا سفلة يا منحطة يا مجرمة يا اللي ما تربيتيش، والله العظيم على الطلاق ما تربيتي. يقول كلامي واضح. تاني اتحاد الكوره زي ما انت عايز تجيب منشطات هتلاقي بقى ايه بتاع يكشف العفاريت. ده انت مسخره. بس ده مش زملكاوي، عيل هرب وعنده 14 سنه ورجع لي وهو عنده 36 سنه وزنه 200 كيلو، تتوقع منه ايه؟ لو كرش ميدو كبر اكتر من كده هيضطر يطلع له بطاقه. واحد طول النهار وعلى مسؤوليتي بيسكر هو الكلب بتاعه. يا جماعه الناس مش لاقيه تاكل، بتجيب العيش من الزباله وده بيسكر مع الكلب. والله العظيم انا ما بقول كده مبالغه، واتحداه نعمل تحاليل دم ليه وللكلب. لما تفتح التلفزيون وتلاقي كل القنوات والبرامج الرياضيه بتقول نفس الكلام ونفس الرساله، يبقى اكيد في حاجه غلط. لا الاهلي ما ينفعش يروح يلعب في يا كابتن ميدو اقول لك على لا الاهلي ما ينفعش يروح يلعب في السعوديه. لو ما سيطرتش على الجمهور وسيطرت على العيال دي وعلى اللجان الالكترونيه، انا كراجل زملكاوي بقول لكم مش عايز الاهلي يروح يلعب في اسماعيليه. وانا انت مال امك، مال امك انت. ولو هنبدا من الاخر واللي حصل مع جماهير الاسماعيلي والهجوم الاعلامي الجماعي في مباراه بينه وبين نادي الزمالك، وهقول لك الحقيقه الكلام البانر ده اتعمل ليه امبارح؟ عارفين اتعمل ليه امبارح؟ عشان الزياره بتاعت مجلس الاهلي لنادي الزمالك امبارح. وده طبعا مش حقيقي، لان دي مش اول مره جماهير نادي الاسماعيلي تهاجم جماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك في المدرجات وبنفس الهتافات، بس هم عاملين مش واخدين بالهم. يا عزيزة المرشدين بالجيزة، يا عزيزة يا عزيزة المرشدين بالجيزة. مين عزيزة دي؟ مين عزيزة يا مانجا؟ مانجا مين عزيزة يا مانجا؟ حلو. مين عزيزة؟ مين عزيزة للمرشدين في الجيزة؟ بتقولي ايه؟ ايه يا اخوانا؟ دي البلد مقلوبة بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس، بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب. المرشدين اهو 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 المرشدين اهو اهو اهو
وليه الاعلام ابو عين واحده ما عرفلناش يعني ايه يا عزيزه المرشدين في الجيزه؟ يا عزيزه يا عزيزه المرشدين في الجيزه يا عزيزه. ناس زملكاويه بعتوا لي فيديوهات غريبه. جمهور الاسماعيلي مسمينا ايه بقى؟ عزيزه. يا عزيزه يا عيونك يا عزيزه تشيل وقية كحل دلال يا مناخيرك يا عزيزه نبقى وجايه من الشام. الاعلام الرياضي ابو عين واحده البجح بيهاجم جماهير نادي الاسماعيلي ومش متخيل ان جماهير نادي الاسماعيلي، وبيرفض ان جماهير نادي الاسماعيلي تهاجم الزمالك او جماهير نادي الزمالك لانهم ولاد العم واكلين وشاربين ومفوتين مع بعض. اتلم المتعوس على خيب الرجا. انا المتعوس؟ لا خيب الرجا. الاعلام اللي عنده عادي ان فرقتين بيفوتوا لبعض وده اسمه تلاعب بالنتائج، لان في فرق ممكن تهبط وفي فرق ممكن تصعد وفي فرق ممكن تاخد بطولات بالتزوير، ضد مبدأ اللعب النظيف. مفيش واحد فيهم في يوم صحي وقال ان ده لعب غير نظيف. موازين الدنيا اتغيرت يا ابو صلاح، محدش دلوقتي بيوزن بالحق والعدل والرحمه، السنه اتغيرت زي الرات لما اتغير وبقى اكيد. الاعلام ابو عين واحده اللي شاف جماهير نادي الاسماعيلي وهي بتهاجم وبتهدد جماهير نادي الزمالك، وشايفه جماهير نادي الزمالك بتبيع سبح في المدرجات. عايز تجوز عايز روح اسماعيليه نسوانها 100 عايز تجوز عايز روح اسماعيليه نسوانها 100. ده عالم صايع يا جماهير نادي الزمالك في الاسماعيليه قدمت اكبر موسوعه من الهتافات الغير اخلاقيه ومحدش اتكلم ومحدش علق. يا اسماعيليه احبك المغربيه يا اسماعيليه يا اسماعيليه احبك المغربيه. جاتكم القرف مليتوا البلد. الاعلام ابو عين واحده اللي شايف ان عادي ان جماهير نادي الاسماعيلي تتعاقب وتلعب مباريات بدون جمهور، انما جماهير نادي الزمالك بريئه. حتى لما كسرت الكراسي في المدرجات قال لك ده اسمه حماس ومش شغب. مش تقول لهم اني مين؟ لازم تقول لهم ان انا امك، ولا يعني مستعر مني؟ لا انا مش مستعر، ابقى مستعر ده انت امي حبيبتي. يا جماعه الست دي امي، الست دي امي يا انا طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. ليه الاعلام او جماهير نادي الزمالك مش متخيله ان جماهير نادي الاسماعيلي ممكن تهاجم الزمالك او جماهير نادي الزمالك؟ هم ليه مش متخيلين ان في يوم من الايام ممكن يطلع جيل يكتشف ان كل دور نادي في الكره المصريه ان هو يفوت او يدي لعيبه لنادي الزمالك او يتوقف قيد بسبب نادي الزمالك؟ نادي تابع، نادي ملوش هويه. ولاد العم نادي الاسماعيلي اللي ما بيننا علاقه حب غير طبيعيه يقول لك انت شقيقيات، انت حبيبي. يعني كل اللي بيتقال اشاعات الاسماعيلي والزمالك دايما اخوات. يعني على بختي وبختك يابا، عشمني بيه وغدر بيا. ومين ده؟ حببني فيه وسابني يابا. ليه مش مدركين ان النادي الاسماعيلي ده نادي ليه تاريخ، والاعلام الزملكاوي هو اللي دمره واقنعه ان النادي الاهلي هو اللي خطف نجومه وضيعه؟ النادي الاسماعيلي لما خد الدوري باحسن لعيبه كان السنه اللي قبلها الزمالك اللي واخد الدوري، وبعد الاسماعيلي الزمالك خد الدوري مرتين. يعني النادي الاهلي ما خدش لعيبه الاسماعيلي وخد الدوري زي ما الناس متخيله، ده النادي الاهلي بعدها قعد سنتين ما ياخدش دوري. النادي الاسماعيلي خد فلوس وباع لعيبته ودعم نادي الزمالك، والاهلي ما خدش منه لعيبه، وبعد سنتين او 3 أو 4 اللعيبه دي دخلت النادي الاهلي. ليه جماهير نادي الاسماعيلي ما حاسبتش ادارتها لما خدت الفلوس؟ المفروض ان انت خرجت لعيب تجيب بالفلوس اللي انت خدتها لعيبه تانية، ولكن اتفرغت للاعلام الزملكاوي اللي ضحك عليك. من الاخر جماهير نادي الاسماعيلي هي ضحيه الاحتواء الاعلامي لنادي الزمالك. صح بس حاجه فيش يا جماعه، الدنيا اتغيرت فوق وبقى كله بقى بالحب. مظبوط يا فندم، مظبوط، عندك حق يا فندم. لو سمحتوا ما تنسونيش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس. وانا من هذا المبنى احب اوجه كلام للسيد المسؤول رئيس لجنه حقوق الانسان، ان لازم قدامكم يكون حل من 2 تحلوه، يعني يا تبنوا لهم البيوت يا توفروا لهم الكلى. الاعلام ابو عين واحده اللي شايف كلمه كذاب سب وقذف وشايف صوره بنوكي وشغب هو نفس الاعلام اللي بقالنا 20 سنه عايشين في سب وقذف، عايشين في انحطاط اخلاقي محدش فيهم جرؤ ان هو يتكلم، بل معظم الاعلام كان تحت ايد ورعايه مرتضى منصور. قناه يوميا سباب في كل اتجاه، قناه طول اليوم. عمركم شفتوا قناه في اي بلد في الدنيا مهتمه بنادي اخر؟ الناس بتطلع تشتم النادي الاخر وملهاش دعوه بالنادي بيها. بيحصل فين؟
الاعلام ابو عين واحده اللي كل ما يتكلم يقول لك نفسنا الدوري المصري يبقى زي الدوري السعودي، نفسنا نشوف كاميرات زي الدوري السعودي، نفسنا نشوف ملاعب زي الدوري السعودي، نفسنا نشوف لعيبه زي الدوري السعودي. طب ليه ما بنقولش عاوزين نشوف اعلام زي الدوري السعودي؟ ليه ما بنقولش عاوزين نشوف نظام زي الدوري السعودي؟ ليه ما بنقولش عاوزين احترام زي الدوري السعودي؟ ليه ما بنقولش عاوزين قوانين الزاميه وعدل وتحكيم زي الدوري السعودي؟ دي بلد وحياة المصحف الشريف، البلد دي ماشيه ببركه ربنا، مش حد تاني خالص. قولوا اللي انتوا عايزينه، ومهما تقولوا الناس عارفه ميدو مين وانتوا مين. انا راجل وطني. أنا وطني بنشد وبطنطن واتباهى بمجدك يا وطنطن، رجالتك طول عمرها رجالة. أنا وطني ومتحضر، بالرمل الأصفر متخضر. وراجل ان انا بحابي لجيش بلدي. بحابي لجيش بلدي. ايه اللي جاب الجيش لصورة بنوكيو؟ كلنا بنحب مصر وكلنا بنحب الجيش، والجيش من ابناء مصر، واكيد 80% من الجيش هم اهلاويه، فبلاش اللعبه دي وبلاش تدخل السياسه والجيش، لان الجيش للرجاله. بسم الله يا ميدو، انا خلي اصغر عيل عندي في الرمل هيضربك بالخرزانه على مؤخرتك. انت عارف اللي بيروح اوروبا في السن الصغير ده بيحصل له ايه؟ لا اوعى تقول والله ما انت اللي عارفه، اوعى. هم عاوزين يثبتوا كده ان الجماهير دي خطر. قلت قبل كده ان الاعلام الرياضي مش بيضحك علينا احنا بس، ده بيضحك على اللي فوق كمان علشان هو يعيش ويستمر، وتشويه الجماهير المتعمد وينقل لك شعور ان في مشكله. اذا انا راجل، انا مش بكلمكم بقى في السياسه دلوقتي، بكلمكم في امر فاش. والناس واخده عنك كده ان انت راجل صريح وحقاني. لا اصل ده يعني هل اصبح عيب يا عويس ان انت تدافع عن جيش بلدك؟ يا سلام يا سلام على الهدى والنور. انا احترمك عشان خاطر الحجاب اللي انت لابساه ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ده انا انفخك. انما انا كاحمد النهارده لو انا مسؤول ومش متابع، وكل اللي بيوصلني هو بيوصلني من الاعلام، وشايف الاعلام بيوصلني لفكره ان في جماهير وان في ناس ضد البلد وان في ناس ممكن تعمل شغب وفي ناس ضد الجيش، اكيد انا هخاف على الامن وهخاف على مصر وهمنع الجمهور. يا ابن اللعيبه يا فاجر، انا معاك يا نجم في المصلحه دي. وكل مره بكرر، اوعى يا جمهور النادي الاهلي تقع في اللعبه دي، فده النادي الاهلي ودي كوره، ما تدخلش الكوره في السياسه، لان هم عاوزين يدخلوا الكوره في السياسه ويأذوا النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بحجه ان الجماهير ضد البلد. افتكر الرساله كده وصلت، المسج وصل. يا ترى ميدو لما راح درب في السعوديه طردوه ليه؟ الكابتن احمد حسام ميدو وهو طبعا المدير الفني، كان بيدرب فريق الوحده السعودي، وقع في هفوه، وقع في غلطه. واحد من المشجعين طلبوا بانه يستقيل، فكان رد الفعل انه قام بسبابه ده على مواقع التواصل الاجتماعي. نادي الوحده عمل ايه؟ نادي الوحده اخذ قرار بشكر الكابتن احمد حسام ميدو، واتخذ قرار باقالته لانه يعني حصل هذه الواقعه. انما في ملمح هنا اخلاقي، فكره الانضباط والحزم اللي هيعمل انضباط، لانه النموذج ده لما شفته بصراحه انا غرت بصراحه، يعني لانه في امور السباب عندنا مشكله كبيره هنا. واحد مصاحب علي علوكه واشرف كوخه، عايزين نطلع طيار. ميدو لانه من الشله مش بس بنشوفه في الاعلام الرياضي، ده كمان مرتبط جدا مع وزاره الرياضه لتطوير الرياضه واخراج المواهب. فلقيت البنات كلهم موزس جدا وملك الجمال بلجيكا وبتاع بيقعدوا يعيدوا الاجوان كلها بتاع الجنت، كل الناس بتشجع جنت، فقلت لهم لا لازم اجيب اجوان عشان اعلق واحده من البنات دي. بجد والله مش بهزر، انا بجيب اجوان عشان اروح الصن 6 اعلق بنات. اللي عنده ده فيروس اسمه البارفو، ده فيروس ملوش علاج في العالم، وانا شخصيا بعتبره فيروس خازوقي علشان لما بيلزق في الكلب ما بيطلعش منه تاني. اطمنوا يا مصريين ان كل شباب مصر والموهوبين هيبقوا عالميين زي ميدو ويعلقوا بنات. من الاخر لو عاوزين ننهي التعصب الكروي في مصر يبقى ننظف الاعلام. هو الفيديو ده كان فيه ايه؟ كنتوا بتقولوا ايه؟ بنتكلم كلام رجاله. زي ايه يعني؟ كلام رجاله. كلام رجاله. كلام رجاله. فانا وصلت، كنت ساعتها في راس السنه رايحه الجونه، ما وصلتش. خش كلاك، شوت واحد تحرش، تاني مره اكشن. قضيت الاجازه كلها بتاعت نيو يير تعبان. انا المايسترو بين احمد حسام ميدو وبين حازم امام، بديهم خبراتي بقى برضه بتديهم خبراتك. يعني انت عندك الخبره دي كمان، مش بس كوره بس.
عندي طبعا طبعا عندك كل حاجه. شوف انت فرحان بشبابك. الاصل يدور، الاصل يدور. الإعلام أبو عين واحدة يقول لنا ليه شركة تذكرتي هي اللي مسيطرة على حجز المباريات وتذاكر المباريات. شركة تذكرتي اتأسست علشان تعمل كنترول، علشان تعرف مين اللي داخل ومين اللي خارج من الاستاد، علشان لو أي حد عمل شغب يبقوا عارفينه، علشان لو أي حد عمل مشكلة يعرفوه ويحاسبوه ويعاقبوه. يعني من الآخر سهل قوي إن أنت تحكم على الجماهير دي وجاية منين ورايحة فين. وليه الإعلام أبو عين واحدة ما يقولش إزاي شركة تذكرتي اللي بتاخد نسبة ما تحدد لناش اسم الشخص برقم الكرسي؟ سهل جدا يا جماعة إن أنت ترقم الكراسي وترقم التذاكر وهتعرف مين مع مين ومين ضد مين. وبلاش نفتي وبلاش نسخن، بس أنت بدل ما تحاسب شركة تذكرتي جاي تحاسب الجمهور. مش محتاجة حاجة يعني. ونتمنى ان شاء الله يجي يوم ونشوف الاعلام الرياضي كله اتنظف، ونشوف ناس تانية متعلمة ومثقفة وبتخاف على مصر وتكون واجهة مشرفة لينا كمصريين. وشكرا ليكم اعزائي مشاهدي قناة المايسترو، والى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات المايسترو. ما تنسوناش بدعم القناة بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.